من امبارح وكل الزملكاويه عمالين بيتكلموا على امام عاشور انه رفع الجزمه في وش جماهير الاهلي، وانه تصرف غير اخلاقي، وان جماهير الاهلي ده تمامهم وبيحبوا اللي بيهينهم. قبل ما اتكلم في حاجه، انا ما كنتش بحب اتكلم في الكلام ده ولا بتكلم على حد في اي حاجه، لكن لازم ارد ولازم اتكلم في الحوار ده بالذات. اولا، امام عاشور كان بيغير الحذاء في اللقطه دي قبل المباراه، وعادي الراجل رفع ايده بتلقائيه زي ما اي حد مثلا لما بيكون حد بيرمي عليه السلام ويشاور له، فلو حضرتك في ايدك التليفون مثلا بترفع ايدك، يعني عادي. بس اللي مش عادي بقى ان انت كزملكاوي جاي من كوكب تاني تقريبا تتكلم عن واقعة هي الاشهر في ناديك، نادي الزمالك، واسطورتكم المزيفة هو اشهر واحد يعمل الحركات دي والحاجات دي. اتفرج واحكم بنفسك. وحتى رئيس ناديكم السابق رفع الجزمة في وشكم وشتمكم بأقبح الألفاظ، وانتوا ولا انتوا هنا، وبرضه لسه بتقولوا الزمالك وانه كان رئيس نادي ذكر والكل كان بيخاف منه. هو فعلا كله كان بيخاف منه، بس جماهير نادي الزمالك اللي كانت بتخاف منه. فبلاش علشان انت مش عارف تنجح ولا تشوف فريقك ناجح تحاول تفسد نجاح الآخرين او تفسد عليهم فرحتهم وتبوظها. رغم ان فرحة جماهير النادي الاهلي وسعادته عمرها ما هتتعكر ابدا، لان الاهلي دايما سر السعادة لمصر كلها. نروح بقى الفوز الاهلي امبارح على الاتحاد، الفوز المهم جدا واللي بيقربنا للقمة ان شاء الله. الاهلي في شوط المباراة الثاني ما كانش افضل حاجة، لكن حافظ على الهدف، ودي حاجة تحسب للنادي الاهلي اللي حتى في اضعف اوقاته يقدر يكسب وينهي اللقاء وبيعرف يفوز وياخد ال3 نقط، وهو ده المطلوب. يا ريت كل مباراة نفوز بهدف واحد، المهم هو الاقتراب من الصدارة، والكل عارف ان الاهلي لما بيتصدر صعب يرجع تاني للخلف. اما عن الجدل التحكيم اللي الكل بيتكلم عنه، كنت دايما بقول ما بحبش اتكلم فيه، انما لازم كل واحد ياخد حقه. وارجعوا معايا كده بالذاكرة في مباراة الزمالك وسيراميكا. نادي سيراميكا كان متقدم بهدف واحد على الزمالك، حسام عبد المجيد زي ما انتم شايفين كده غلط، والقندوسي خد الكرة من قدامه ورايح انفراد ولوحده خالص. حسام عبد المجيد يقوم شده من التيشيرت، طرد مع سبق الاصرار والترصد. طرد حسام عبد المجيد في مباراة سيراميكا مع سبق الاصرار والترصد، ومع ذلك الحكم كان طيب جدا وقال لك لا كفايه انذار، بس ده حسام عبد المجيد غلبان جدا، وده برضه نادي الزمالك. تعال بقى الناحيه الثانيه اللي هي مباراه الاهلي والاتحاد امبارح واضح جدا زي ما حضراتكم شايفين كده في وش اكرم توفيق من لاعب الاتحاد، ومع ذلك الحكم قال لك لا مش طرد. طب ليه يا عم الحكم قال لك لا مش طرد؟ نرجع تاني للزمالك، بس المرة دي مع النادي المصري. عبد الله السعيد رايح يضرب احمد الغندور في وشه حكم المباراة. اتفرج واحكم، وما تجيش تقول لي احنا مظلومين، ما تجيش كزملكاوي تقول لي احنا مظلومين. ومع ذلك الحكم تغاضى عن انه حتى يديله انذار. وفي نفس المباراة جوزيه جوميز زي ما انتم شايفين المدير الفني للزمالك بيدخل الملعب والمباراة شغالة وبيضرب الحكم المساعد، ولا حياة لمن تنادي. فيا ريت بلاش نعيش دور المظلوميه واحنا واخدين حقنا 24 قيراط كنادي الزمالك، وبلاش نتكلم ونهاجم دايما لعيبه النادي الاهلي او النادي المنافس. بص لفريقك وركز معاه، ما تخليش سعادتك مبنيه على فشل غيرك، ده مش هيغير من النادي اللي انت بتشجعه حاجه، والمنافس هيفضل ينجح وانت هتكون محلك سر. ده اللي انا كنت حابب اقوله في المهرجانات اللي حصلت، وفي الجدل التحكيمي، وفي كل اللي عمال يتقال على امام عاشور وده. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.